ما أدري بعض الذين يتكلمون مثل هذا الكلام يحسن يصلي وقد عرف يصلي كما صلى رسول الله قال صلوا كما رأيتموني يصلي، أم لم يعرف وما يتواضع يأخذ العلم عن أهله. وإنما السلفيون ما عند السلفيين عندهم كتاب وسنة يا أخي، لا تظلم. الظلم ظلمات، والله لو دعا عليك مظلوم لنكبك الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واصل ما معكم في قنواتكم إلا السلفيين الحجاورة الحجوريون. لماذا؟ حتى هذه النسبة الحجوريون أنا لا أرضاها، يا شيخنا إن حاربوك فإنها لسنة أتباع الهدى لن تبدلا. أما حاربوا قبل النبيين جهرة، أما حاربوا ذاك الإمام ابن حنبلا. وذاك تقي الدين قد ناله الأذى طويلا إلى أن مات في السجن مثقلا. ومن بعدهم في نجد قد صار ما جرى على الشيخ مما ليس يخفى من البلاء. فما وهنت في الله منه عزيمة فنال بفضل الصبر ما كان أملا. بقي ذكرهم يا شيخنا وعلومهم وأعداؤهم بالخزي كل تسربلا. الحجوريون أنا لا أرضاها، شافعي ما يرضاها أن يقال له شافعيون، أحمد لا يرضاها، مالك أبو حنيفة كلهم ما يرضونه، ولا أحد منهم كان يرضاها لنفسه. شيخنا ما يرضاها لنفسه. هذا النبز الحجوريون الحجاورة. كونك أنت أو غيرك يريد يربط الناس بأربعة، أبو بكر ما مذهبه، عمر ما مذهبه، علي عثمان ما مذهبه، علي ما مذهب، الصحابة ما مذهبه، التابعون ما مذهبهم قبل أن يخلق أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وزيد بن علي كما يقول المذهب الزايدي. مذهب زيد مبني على الهيام كما قال شيخنا رحمة الله عليه. خالفوه حتى هو.